بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبة تالتة إعدادي هنقفل بكرة الامتحان، أدينا أهو شغالين ومش سايبينك. اختياري ومقالي وحل كتاب التقييمات، حل كتاب المعاصر، حل كتاب الماهر. مفيش أسئلة ما خدناش فيها، يعني يعتبر أنت كده إيه، كل الأجزاء اللي ممكن تيجي في الامتحان إحنا اشتغلنا عليها. أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة إن شاء الله. ركز معايا صديقي الصدوق. بيقول إيه في السؤال؟ بيقول لي س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي س زائد ص بتساوي نقط. هي س تربيع ناقص ص تربيع دي خدتها في منهج تانية اعدادي او اولى اعدادي تقريبا، لان الجزء الاولاني ده يا جماعه تراكمي. الجزء الاولاني ده تراكمي، دي كنا بنحللها قوسين قد بعض. س تربيع معاك سنتين، بحط س هنا وس هنا، واحده سالب واحده موجب. معاك ص تربيع، بحط ص هنا وص هنا. يبقى المقدار ده اتحلل لقوسين. هو حاطط لي ايه هنا؟ س زائد ص. هو حاطط س زائد ص. انا هختار ايه؟ هختار س ناقص ص. فين س ناقص ص؟ الاجابه رقم ب. علم معايا بقى، الاجابه رقم ب. خد بالك ده جاي في القاهره السنه اللي فاتت. تمام ماشي. شوف السؤال رقم 2. بيقول لي مجموعه حل المعادله س تربيع بتساوي سالب 9. طب ما هي س تربيع بتساوي سالب 9، انا عايز اجيب قيمه س، اخد الجذر التربيعي للطرفين. طب ما هو الجذر التربيعي معروف بيشيل الاس، تقوم طالعه س. اجي امسك الاله او معامل جذر سالب 9، ادتني جذر سالب 9، راحت مدياني ماس ايرور، عمليه خطا في الرياضه يعني فاي. يبقى الاجابه بتاعتنا رقم د. هنختار رقم د. السؤال الثالث بيقول إذا كان 2 أس س زائد 3 بتساوي 1، عاوز قيمة س. يا باشمهندسين احنا دلوقتي بنحل الأسئلة التراكمية بتاعت منهج أولى إعدادي وتانية إعدادي. ليه يا مستر؟ بيجيب سؤالين أو 3 أسئلة في الامتحان بتاعك. دلوقتي الحاجات دي كلها عشان الناس اللي قاعدة، هو إيه ده؟ ده منهج تراكمي أولى وتانية إعدادي، عشان مش سايبك معاك وفي ظهرك. طب ده بيتحل ازاي؟ تعالى. اي معادله اسيه سميناها اسيه عشان السين فوق في الاس بتساوي 1، باخد الاس اساويه بالصفر. يبقى س زائد 3 بتساوي صفر. طلع التلاتة بره، يبقى س بتساوي سالب 3. يبقى دلوقتي لو معاك معادله بتساوي 1، هاخد اللي فوق اساويه بالصفر. طلعت التلاتة، يبقى س بكام؟ سالب 3. هنختار سالب 3، الإجابة رقم ب. السؤال رقم 4. مجموعة حل المعادلة في طه. خد بالك من طه دي، هاخد س تربيع ناقص 25 بتساوي صفر. هطلع السالب ده بعكس الإشارة، يبقى س تربيع بتساوي 25. ما هي دي سالبة تخرج موجبة. طب أنا عايز أجيب قيمة السين، آخد الجذر التربيع للطرفين. طب ما هو الجذر يشيل الأس تطلع س، ونحط موجب أو سالب. ليه؟ عشان خدنا جذر تربيعي. آخد جذر ال 25 يديني كام؟ 5. هتلاقي الطلبة كلها جريت اختارت الإجابة رقم ألف. أقول له إجابتك غلط، جت في القاهرة. ليه يا مستر؟ بيقول لي مجموعة الحل في طه. عارف طه دي فيها إيه؟ فيها الصفر والأعداد الموجبة بس. يعني مفيش سالب، مفيش سالب. يبقى أنا هختار إيه؟ هختار س بتساوي 5، الإجابة رقم ج. تمام ماشي. ربع العدد 4 أس 12. بص بقى، لو طلب منك ربع، لو طلب خمس، لو طلب سدس، لو طلب سبع، أي حاجة من النمط ده بنقص واحد من الأس. يعني إيه؟ دي 4 أس 12، عايز تجيب إيه؟ عايز تجيب ربعها، يبقى 4 أس 11. طب لو معايا 5 أس 30، عايز أجيب خمسها، أنقص واحد من الأس تبقى 29. طب لو معايا 3 أس 9، عايز أجيب التلت، عايز تلت، قال لي نقص واحد من الأس، يبقى كام؟ 3 أس 8. طب هنا مسألتنا ربع العدد 4 أس 12، اختار 4 أس 11، الإجابة رقم ب إن شاء الله. كل ده تراكمي، ده مش منهجنا يا أساتذة، ده مش منهجنا يا أساتذة، ده تراكمي. السؤال رقم 6 مهم جدا. بيقول لك س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي 15.
وس زائد ص بتساوي 5. عاوز س ناقص ص بكام؟ صلي على رسول الله. مش احنا لسه في اول الحصه حللنا ده؟ احنا مسكنا س تربيع ناقص ص تربيع، حللناه ازاي؟ حللناه قوسين قد بعض. حلو جدا. س تربيع تبقى س وس، واحده سالب واحده موجب، وص تربيع ص وص. يعني الس تربيع ناقص ص تربيع هي عباره عن حاصل ضرب س ناقص ص في س زائد ص. حلو تمام. هو بيقول لك بقى حاصل الس تربيع ناقص ص تربيع دي ب 15، وس زائد ص دي ب5. عاوز يجيب س ناقص ص. اقولها لك بطريقه احسن شويه واظرف. نكتبها بطريقه احسن شويه. ايه الطريقه الاحسن؟ تعالى معايا. ده مثلث كده، هحط لك هنا س تربيع ناقص ص تربيع عشان ده بيجي على طول، وهنا س ناقص ص وهنا س زائد ص. تمام؟ حلو يا هندسه. انت حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ عايز س ناقص ص صح؟ يبقى ده على ده، يبقى س ناقص ص بتساوي 15 على 5. تطلع بكام؟ تطلع ب3. مهم جدا جدا جدا. خد بالك من المثلث ده. ها؟ ماشي. السؤال رقم 7. خد بالك عشان مكتوبة عندك غلط. لا مش غلط يا مستر. 3 س بتساوي 5. عاوز 6 س زائد 1. تعال نحل دي الأول. 3 س بتساوي 5 عشان تتحل دي معادلة ابتدائي. هقسم هنا على 3 وهنا على 3. 3 تروح مع 3 تطلع س. 5 على 3 زي ما هي ملهاش اختصار. أنا عايز إيه؟ أنا عايز قيمة 6 س زائد 1. حلو قوي. الستة هتنزل في، هشيل السين واحط قيمتها اللي هي كام؟ 5 على 3 زائد 1. هنفك دي بالآلة. طبعا هتطلع معانا 11. عندنا 11 في الاختيارات؟ عندنا 11. الإجابة رقم أ. كل ده تراكمي عشان الناس اللي قاعدة فاتحة بقها. السؤال رقم 8 بيقول لي 8. بيقول 3 أس س زائد 2 بتساوي 27. عايزين قيمة س اللي فوق دي. حاضر. مش انت عايز س؟ بص، اليمين ده ينزل زي ما هو، دي أسس. ها؟ وبعدين شايف انت الأساس بتاعه؟ خده ابدأ بيه الناحية التانية. وبعدين أسأل نفسي سؤال، 3 أس كام ب27؟ مش عارف، نبتدي نجرب بالآلة. نجرب ازاي؟ نقول 3 أس 2 يساوي، طلعت 9. ما تنفعش، أنا عايزها 27. هقول 3 أس 3. 3 أس 3. هي دي اللي طلعت ب27. بس جت ازاي ال 27؟ 3 أس 3 ادي 3 فاضل لها أس 3. وبعدين بص كده بقى، ده زي ده يروح مع بعضه. اخد اللي فوق اللي هو س زائد 2 اساوي بال3. اخد اللي فوق اساوي باللي فوق. طلع الاتنين بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 3 ناقص 2. تطلع الس بكام؟ ب1. عندك 1؟ عندنا 1. الاجابه رقم ب. تاني، لو جيت قلت لك 2 أس س زائد 2 بتساوي 16. عايز اجيب قيمه س، اعمل ايه؟ حاضر يا مستر، انت قلت اليمين ينزل زي ما هو، اليمين ينزل زي ما هو، وتاخد الاساس ده تنزل بيه. دايما دايما على طول تعمل كده، تاخد الاساس تنزل بيه الناحيه الثانيه. وبعدين اجرب بالاله. هجرب ازاي؟ دي كام؟ 2. 2 أس 2 3 4 مش نافعه. 2 أس 3. 2 أس 3 طلعت 8. انا عايزها 16. 2 أس 4. إنا لله وإنا إليه راجعون. 2 أس 4 هي اللي جابت 16. وبعدين قال لي بص، هنا 2 وهنا 2 يروحوا مع بعض، يتبقى فوق س زائد 2 بتساوي 4. طلع الاتنين بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 4 ناقص 2. تبقى س بتساوي 4 ناقص 2 اديني 2. نشوف مسألتنا. 2 أس س بتساوي 8. عاوز قيمة س. يلا هعمل ايه؟ طرف اليمين زي ما هو، وبعدين اخد الاساس انزله الناحية التانية. اجرب بالآلة. 2 أس 2 2 أس 3 هي اللي هتجيب 8. وبعدين الاتنين دي تروح مع الاتنين دي تطلع س بتساوي 3. طالما اللي تحت بيساوي بعض يبقى اللي فوق بيساوي بعض، يبقى س ب3. عندنا 3 اهي، 3 اهي. ماشي جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي نصف العدد 2 أس 20. لسه قايل لك 2 أس 20 عايز نصها نقص من الأس 1 يبقى 2 أس 19. عندنا 2 أس 19 الإجابة رقم د. السؤال العاشر الإجابة رقم د. ماشي. السؤال رقم 11 بيقول لك حاصل ضرب الجذرين التربيعيين للعدد 16 بيساوي إيه؟
عندنا قاعده يا استاذ بيقول لي حاصل ضرب الجذرين التربيعين بيساوي صفر. ليه يا مستر؟ حاصل ضرب الجذرين التربيعين للعدد 16. حاصل ضرب الجذرين التربيعيين للعدد 16. لا استنى يا جماعه معذره، هي ال 16 دي الجذر التربيعي ليها بيساوي ايه؟ موجب او سالب 4 صح؟ هو عايز يحصل ضرب يعني 4 في سالب 4 يديني سالب 16. لكن لو قال لي مجموع الجذرين التربيعيين هي اللي كانت بصفر. معذره تاني يا جماعه كده، انا معايا 16. ال 16 دي هو بيسالني بيقول ايه؟ حاصل ضرب الجذرين التربيعيين للعدد 16. طب هي ال 16 دي ال 16 لما اجي اجيب جذرها التربيعي مش بيديني موجب او سالب 4؟ تمام. انا عايز حاصل ضرب الجذرين، يعني هتاخد 4 تضربها في سالب 4 يبقى الاجابه كام؟ سالب 16. اجابه رقم ج. ماشي. المساله رقم 12 دي جت في القاهره في السنين اللي فاتت. عاوز ايه؟ بقول لك جذر 5 على جذر 5 ناقص 1 ناقص 1 على جذر 5 ناقص 1. مسألة زي دي هدخلها على الآلة يا باشمهندس. أنت بتفكر في إيه؟ دخل المقدار ده على الآلة وشوف الناتج كام واختاره، مش مستاهلة العملية يعني. طيب الحتة اللي جاية دي خد بالك منها قوي. بيقول لي فترة 2 و8 فرق المجموعة 8. أعمل إيه؟ عايز أتفق معاك اتفاق. لما يكون معاك مجموعة وفترة وفي عملية بينهم، دايما المجموعة بتغير الفترة على حسب العدد الموجود. يعني دي 8 صح؟ تيجي عند ال8 الفترة هنا مقفولة صح؟ لا، تقوم عامل فيها ايه؟ مغير الفتحة تخليها مفتوحة. يبقى لما يكون معايا مجموعة مع فترة، الرقم اللي موجود مشترك بين الاتنين تغير الفتحة بتاعته. لو كان مفتوح تقفله، لو مقفول تفتحه. ازاي يعني؟ هقول لك مثال تاني. لو جيت قلت لك فترة 3 و9 مفتوحة، فرق لا لي مقفولة، فرق مجموعة التسعة تديك كام؟ مش دي التسعة ودي التسعة ودي فترة وده مجموعة؟ أيوة، المجموعة بتغير الفتحة. يبقى بدل ما هي مقفولة تخليها لي إيه؟ مفتوحة. يبقى هنا في المثال ده اختار أنهي إجابة؟ هختار الإجابة رقم ألف. هنختار ألف. كده يا باشمهندس التراكمي بتاعك مع السلامة. ايه التراكمي ده؟ حاجات من اولى اعدادي وتانية اعدادي هجيبها لك في الامتحان. اشوف بعد كده سؤال النونات. بيقول لي ايه؟ قبل ما ابدا في النونات خد لي المثلث ده. ايه هيعمل ايه؟ تعال نشوف هيعمل ايه. فوق نون س في صاد، تحت نون س، في الجنب نون صاد. حلوة قوي. انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك نون س في صاد، يبقى اضرب نون س في نون صاد. نون س بكام؟ بيقول لك هو نون س بتساوي 5 وبيقول لك صاد ب3. خد بالك انا عايز نون س في صاد، يعني نون س في نون صاد. انت معاك نون س ب5 بس معاك صاد ب1، ما ينفعش، ده عنصر واحد. انا عايز نون صاد. خد بالك هو مديك صاد ب3، اوعى تقول لي نون صاد ب3. صاد ب3، لا انا عايز نون صاد يبقى 1. ما هي نون صاد يعني عدد عناصر صاد. صاد فيها كم عنصر؟ فيها عنصر واحد بس. حلو قوي. يبقى نون س ب5 نون صاد ب1. وعايز ايه؟ نون س في صاد 5 في 1 تبقى الإجابة 5. يبقى الإجابة رقم د. سؤال 15. إذا كان، بيقول لي في السؤال ده إذا كان نون س، هو مديني أهو نون س بتساوي 3 ونون س في صاد بتساوي 12، عايز نون صاد 2. حلوة قوي. تعالى من المثلث اللي احنا كنا عاملينه، لو عايزين نون صاد بس من غير التربيع، لو عايز نون صاد بناخد نون س في صاد على نون س. ده لو عايز ايه؟ لو عايز النون صاد من المثلث اللي احنا عاملينه. نون س في صاد بكام؟ ب12 ونون س ب3. طب 12 على 3 فيها ال4. دي نون صاد. انا عايز نون صاد 2 اربع دي 16. 4 أس 2 ب16 يبقى الإجابة تطلع معايا 16. فين 16؟ الإجابة رقم ب. هشوف السؤال رقم 16. إذا كان س ضرب صاد بيساوي، بص بقى مديك س ضرب صاد بكام؟ 2 و3 2 و4 2 و5. عاوز مني ايه؟
عاوز منك س. طب مش ده اسمه س ضرب ص؟ يا مستر. مين الحرف الاول هنا؟ س، يبقى كل الاول س. مين التاني؟ ص، يبقى كل التاني ص. اكتب معايا حضرتك على الورق بتاعك س س س ص ص ص. هو عاوز ايه؟ هو عاوز مجموعة السين. السين كده فيها 2 و2 و2، اياك تكرر عنصر، يبقى السين بكام؟ ب2. الاجابة رقم أ، سؤال 16. شوف بعد كده السؤال رقم 17، بيقول لي مجموعة السين فيها 2 و5 ومجموعة الصاد فيها 6، يبقى 2 و6 تنتمي لمين؟ صلي على رسول الله. الاتنين اللي في الأول دي جاية منين؟ جاية من س ضرب، والستة جاية منين؟ جاية من صاد، يبقى 2 و6 حاصل ضرب س ضرب صاد، يبقى الإجابة رقم ج. الإجابة رقم ج. سؤال رقم 18. سؤال 18 بيقول إيه؟ إذا كان مجموعة الاتنين والخمسة تنتمي لحاصل الضرب 2 و3 في 4 وكاف، أنا عاوز قيمة كاف. صلي على رسول الله. الاتنين دي يا باشمهندس مسقط أول، مسقط أول، والخمسة مسقط تاني. دايما المسقط الأول بيجي من المجموعة الأولى والمسقط التاني من المجموعة التانية. طب هنا المسقط الأول 2، فعلا الاتنين موجودة. المسقط التاني كام؟ 5، يبقى لازما هنا في 5. طب أنا هنا في 5؟ لا مفيش 5. قال لي ما الخمسة دي بتاعت مين؟ بتاعت الكاف، يبقى الكاف بتاعتنا بكام؟ ب5، يبقى الإجابة رقم ج. سؤال 18 إجابته ج. بص على الحل أهو. ماشي. سؤال رقم 19 دخل على تساوي عددين، تساوي زوجين مرتبين للعالم ديكارت. يلا يا هندسه حل ازاي؟ نقسم الصفحه، بناخد الاول هنا مع الاول هنا. الاول هنا 2 والاول هنا صاد، صاد ب2 خلاص. التاني هنا س ناقص 1 والتاني هنا 3. لما يديك زوج بيساوي زوج بناخد المسقط الاول اللي هو الاول اللي قبل الفاصله مع المسقط الاول اللي هي صاد، يبقى صاد ب2، والتاني اللي هي س ناقص 1 مع التاني اللي هي 3. دي خلاص صاد ب2. طلع الواحد بره، يبقى س بتساوي 3 زائد 1، تبقى س بكام؟ قال لي س ب4. عندك 4، ده عايز مني س زائد صاد، هو عاوز س زائد صاد. السين ب4 والصاد ب2، 4 و2 يديني كام؟ يديني 6. أشوف السؤال رقم 20، برضو تساوي زوجين مرتبين، 2 س و4 بتساوي 8 وصاد زائد 1. يلا يا باشمهندس أعمل إيه؟ واحدة واحدة معايا كده، واحدة واحدة. ده تساوي زوجين مرتبين، أجيب عيل في ابتدائي يحلها أهو. هقسم الصفحة نصين. الأول هنا 2 س والأول هنا 8، التاني هنا كام؟ 4، والتاني هنا كام؟ صاد زائد 1. طب دي تتحل ازاي؟ س قدامها 2، اقسم على الاتنين يمين وشمال، 2 تروح مع 2 تطلع س، 8 على 2 فيها ال4. هنا المعادلة دي هودي الواحد ده الناحية التانية، يبقى 4 زائد 1 بتساوي الصاد. تاني الواحد ده شرطه ايه؟ الواحد ده شرطه موجبة، يخرج ايه؟ سالبة، يبقى 4 ناقص 1 بتساوي الصاد، يبقى صاد بتساوي 4 ناقص 1 3. كده معايا س ب3 والصاد ب4. عايز ايه؟ بص عايز مني ايه؟ عاوز جذر س تربيع زائد صاد تربيع. ادي الجذر. السين ب4 أس 2 والصاد ب3 أس 2. هتفك دي بالآلة تديك 5. عندك 5؟ عندي 5. الإجابة رقم أ. حلو جدا. السؤال رقم 21، إذا كانت النقطة 4 وصاد ناقص 8 تقع على محور السينات. محور السينات، طالما قال لي محور السينات يبقى الصادات بصفر، يبقى تاخد الصاد تساويها بالصفر. ما هو ده اسمه س صاد، الزوج المرتب ده اسمه س صاد. طالما قلت لك تقع على محور السينات يبقى تاخد الإحداث الصاد تساويه بالصفر، يبقى صاد ناقص 8 بتساوي صفر.
خرجت 8 بره يبقى ص بتساوي 8. هو عايز قيمة ص، الإجابة رقم أ. سؤال 21 إجابته أ. شوف بعد كده سؤال 22 بيقول إيه؟ كل دي أسئلة كتاب التقييمات بفضل الله. إذا كانت النقطة س و8 تقع على محور الصادات، محور الصادات يبقى السينات بصفر. طب ما هو دي س ودي ص، مين قاعد عند السينات؟ س، يبقى س بصفر. هو عايز قيمة 5 س زائد 2. هو عايز قيمة 5 س زائد 2. الخمسة تنزل في أشيل س وأحط صفر زائد 2. فك دي على الأقل تديني 2، يبقى أختار 2 الإجابة رقم ب. حلو قوي. السؤال اللي بعديه سؤال 23 بيقول لي النقطة 3 وب ناقص 5 تقع على محور السينات. محور السينات يعني الصادات بصفر. ما هو ده اسمه س وده اسمه ص. فين الصادات؟ الصادات ب ناقص 5 أساويها بالصفر. طلع الخمسة بره يبقى الب بكام؟ ب5. طب هو عايز قيمة ايه؟ عاوز قيمة 2 ب زائد 1. جميل. ما الب جايبينها ب5 اهي، يبقى 2 في 5 زائد 1 تطلع 11. عندنا 11. الإجابة رقم ج. طيب كويس. أشوف السؤال رقم 25 بيقول لك إذا كانت النقطة س ناقص 3 و2 ناقص س تقع في الربع الرابع. عاوز قيم س. ركز معايا في الشبكة دي عشان حضرتك هتحفظها. الربع الأول كان ليه إشارة موجب وموجب، والربع الثاني سالب وموجب، والربع الثالث سالب وسالب، والربع الرابع موجب وسالب. دي إشارات الأربع تربع. هنا قال لي تقع في الربع الكام؟ الرابع. طب الربع الرابع ده يا باشمهندس إشاراته إيه؟ موجب سالب. يبقى أنا محتاج أخلي ده موجب وأخلي ده سالب. فأنا عايز رقم من الاختيارات يخلي لي ده موجب وده سالب. تعالوا نعوض. أول إجابة 3، حط لي هنا 3، يبقى 3 ناقص 3 طلعت بصفر. ما ينفعش، ده أنا عايزها موجبة، يبقى دي كده ما تنفعش. ماشي، هنحط أنهي إجابة؟ هات الإجابة التانية 2. حط هنا 2. 2 ناقص 3 طلعت سالب 1. ما تنفعش، ده أنا عايزها موجبة. طب حط 4. 4 ناقص 3 تطلع 1. طب ما الواحد ده موجب. أجرب الناحية التانية. 2 ناقص 4. 2 ناقص 4 تطلع سالب 2. كده موجب سالب. يبقى هي الإجابة تطلع معانا رقم ج. الإجابة رقم ج هي اللي صح. عملنا إزاي كده؟ عوضنا عشان نوصل للقيمة. سؤال 26 إذا كانت النقطة ك ناقص 4 و6 ناقص ك تقع في الربع الثاني. هي ايه إشارات الثاني؟ الثاني سالب موجب. يبقى أنا عايز رقم أحطه مكان الكاف واديني سالب، وأحطه مكان الكاف دي واديني موجب. نجرب الاختيارات. هجرب ال4. 4 ناقص 4 صفر، ما تنفعش. هجرب ال6. 6 ناقص 4 تديني موجب 2، ما تنفعش. هجرب ال3. 3 ناقص 4 تديني سالب 1. أروح الناحية التانية. 6 ناقص 3 تديني 3. هي دي اللي هتنفع، عشان كده معايا سالب ومعايا موجب. خد بالك الفكرة إنك أنت تطلع لي قيمة سالبة وقيمة موجبة عشان هي تقع في الربع التاني. فبروح أعوض بالاختيارات. همسك أول إجابة أحطها مكان الكاف وأشوف هتطلع كام. أول إجابة 4. طب ما 4 ناقص 4 صفر، أنا عايزها سالب، يبقى ال4 ما تنفعش. هحط ال6. 6 ناقص 4 تديني 2 بالموجب، ما تنفعش، أنا عايزها سالب. هحط 3. 3 ناقص 4 تديني سالب 1. فعلا هي دي اللي طلعت سالب، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ج. أشوف بعد كده السؤال رقم 27 دوال كسرات الحدود. خدي بالك منه، مهم قوي. بيقول لي س تكعيب زائد 2 س تربيع زائد 4 كسرة حدود من الدرجة. صلى على رسول الله. الدرجة باخد أكبر أس فوق، ده 3 وده 2، يبقى دي درجة تالتة. يبقى دي درجة تالتة، باخد أكبر أس فوق. حلو قوي. بص السؤال اللي بعديه ده موتني شكرا. س ناقص 3 لكل تربيع ناقص س تربيع من الدرجة الكام؟ سمعك وسمعك من الدرجة التانية. غلط، ما اتعلمتش حاجة للأسف. هنا مضطرين نفك القوس.
القوس ده بيتفك ازاي؟ منهج اولى اعدادي. الاول في نفسه س في س بس تربيع، زائد التاني في نفسه 3 في 3 ب9. اشاره القوس ناقص القوس كله في بعضه 2 في 3 ب6 والسين تنزل، وبعدين انزل ناقص س تربيع. يبقى انا فكيت القوس، الاول في نفسه س في س بس تربيع، زائد التاني في نفسه 3 في 3 ب9، اشاره القوس ناقص القوس كله في بعضه 2 في 3 ب6 في س ب6 س واللي بره نزلت، وبعدين السين تربيع دي تمشي مع سالب س تربيع. بص المقدار بقى اسمه ايه؟ 9 ناقص 6 س. السين دي اس كام؟ 1. يبقى ده من الدرجه الاولى. كل اللي قال لي درجه ثانيه خد 0، يبقى دي من الدرجه الاولى. إذا كان بيان العلاقة ع بتساوي، مديني بيان علاقة، العين بتساوي إيه؟ العين بتساوي 3 و1 5 و2 4 و7. عايز إيه؟ عاوز المدى. المدى يا باشمهندس هو الرقم الثاني، هو الإحداث الثاني هو المدى. يبقى كام؟ 1 2 7. 1 2 7 الإجابة رقم أ. خدوا بالكم الحتة دي، المدى هو الرقم الثاني. ماشي. السؤال رقم 30. إذا كانت ع دالة من س إلى ص حيث ع بتساوي كذا، عاوز المدى. بص هنا عامل إيه؟ 4 و1 7 و1 5 و2. عايزين المدى. قلنا المدى الرقم الثاني 1 1 2، ما ينفعش نكرر الرقم، يبقى المدى بتاعنا 1 و2. الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعد كده 31. إذا كانت دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص، فإن ص تسمى إيه؟ خد معايا الملخص ده عشان إيه؟ الأسئلة اللي جاية ورا بعضها مبنية عليه. مش إحنا معانا المخطط السهمي ده؟ جميل. ماله يا مستر؟ المخطط السهمي ده فيه 3 أسئلة لازم تبقى فاهمهم عشان كتاب التقييمات. أول حاجة عناصر س بنسميها المجال. تاني حاجة عناصر ص المجال المقابل. تالت حاجة اللي راح لهم السهم دول اسمهم المدى. تعالى بقى نجاوب. بيقول لك إذا كانت دالة من مجموعة س إلى المجموعة ص، فإن ص تسمى إيه؟ الصاد دي تسمى إيه؟ قال لي مجال مقابل. فين مجال مقابل؟ إجابة رقم د، تسمى مجال مقابل. سؤال 32. إذا كانت دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص، فإن س تسمى إيه؟ مجال. يبقى الس تسمى مجال. فين المجال؟ الإجابة رقم ب. الإجابة رقم ب. شايف الأسئلة عاملة إزاي؟ تعالى معايا اللي بعديها. إذا كانت دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص، فإن مجموعة صور عناصر س. الصورة يعني اللي راح له السهم. اللي راح له السهم ده اسمه إيه؟ قال لي اسمه مدى. يبقى ده بنسميه مدى الدالة. شفت ال3 أسئلة عاملين إزاي؟ كلهم مربوطين في الرسمة دي. يبقى س مجال، ص مجال مقابل، اللي راح له السهم اللي هو المدى، أو بنسميها إيه؟ صور عناصر س. صور عناصر س تسمى مدى. السؤال اللي بعد كده بيقول إيه؟ بيقول إذا كان، لا آسف، المستقيم الذي يمثل الدالة دي، معانا دالة اسمها ص بتساوي 2 س ناقص 3. خد بالك من الحتة اللي جاية. يقطع محور الصادات. محور الصادات يعني السينات بصفر. برافو. يبقى اقول له ص بتساوي 2 في صفر ناقص 3، تبقى ص بتساوي -3. يبقى كده النقطة كام وكام؟ ما احنا قلنا يقطع محور الصادات يبقى س بكام؟ بصفر. يبقى 0 و-3. معاك 0 و-3، 0 و-3. الإجابة رقم أ. روعة الروعة. ده عجبني قوي الكتاب عشان جايب منه 3 أسئلة و4. سؤال 35. المستقيم الذي يمثل الدالة ص بتساوي 2 س ناقص 5 يقطع محور الصادات. محور الصادات، طالما يقطع محور الصادات أعمل إيه؟ قال لي يبقى س بصفر. ماشي. فين السين أهي؟ يبقى ص بتساوي 2 في صفر ناقص 5، يبقى ص بتساوي اضرب دول ب-5. يبقى النقطة اللي احنا عايزينها، طبعا الزوج ده اسمه ايه؟ اسمه س ص. يبقى لما نيجي نكتب السين في الأول. س بكام؟ ب0 وصاد ب-5. 0 و-5، 0 و-5. الإجابة رقم أ. المستقيم الذي يمثل الدالة ص بتساوي 2 س ناقص 1. هو مكررها ليه؟ كتاب التقييمات. معرفش.
يقطع محور الصادات، طالما يقطع الصادات يبقى س بصفر. يبقى اقول له ص بتساوي 2 في صفر ناقص 1، يبقى ص بتساوي -1. يبقى النقطة كام وكام؟ صفر وسالب 1. عندك صفر وسالب 1، إجابة رقم ألف. برافو برافو برافو، شغل عالي قوي يا شباب، بارك الله فيكم. سؤال 37، مديك دالة، دخلت على الدوال كسرة الحدود، س تربيع ناقص جذر 2 س، عاوز ايه؟ عاوز دالة جذر 2. مستر وات اوف ذا مينينج دالة جذر 2؟ معناها يا صديقي الصدوق شيل كل س وحط مكانها جذر 2. اوه ماي جاد، برافو مستر محمود علي. ايوه، هشيل السين واحط مكانها جذر 2، هشيل السين واحط مكانها جذر 2. طب ايه عليها اس؟ اهو ناقص الجذر 2 ده ينزل بينهم علامة ضرب، اشيل السين واحط مكانها جذر 2. هتفك دي بالآلة، هضرب دي كلها على الآلة زي ما هي كده، يديني صفر. عندي صفر؟ عندنا صفر، الإجابة رقم د. السؤال رقم 38 بيقول لك دالة س بتساوي 2، عاوز دالة 3 زائد دالة -3. أعمل إيه؟ بالراحة يا هندسة. يعني إيه دالة 3؟ أشيل كل س وأحط 3. هو هنا في س؟ لا، يبقى تنزل زي ما هي. زائد، يعني إيه دالة -3؟ أشيل كل س وأحط مكانها -3. طب هو هنا في س؟ لا، يبقى دي تنزل زي ما هي. 2 زائد 2 4، عندي 4. الإجابة رقم ب. سؤال 38 إجابته ب. سؤال 39، عاوز إيه في 39؟ بيقول لك دالة س بتساوي 5، عاوزين 2 دالة 3. الله، الاتنين هتنزل بينهم علامة ضرب. يعني إيه دالة 3؟ أشيل السين وأحط مكانها 3. مستر ده مفيش س، أمال في كام؟ في 5، نزل 5. 2 في 5 ب10، عندنا 10، عندنا 10 يا قلبي، الإجابة رقم ج. سؤال 40 بيقول لي سؤال 40 إيه؟ بيقول لك دالة س بتساوي 4 س زائد ب، ومديك دالة 3 بتساوي 15. ده أنا هاخد دالة 3 دي بتساوي 15 ألعب معاها. مش هو بيقول لك دالة 3 بتساوي 15؟ يعني إيه دالة 3؟ يعني أشيل كل س وأحط مكانها 3. هشيل السين دي واحط 3، يبقى 4 في 3. هشيل السين دي احط مكانها 3، يبقى 4 في 3 زائد الب بتساوي ال 15 اللي بره. طب 4 في 3 ب 12 زائد الب بتساوي ال 15 اللي بره. هطلع ال 12 بره، يبقى الب بتساوي 15 ناقص 12، يبقى الب بتساوي 3. الإجابة رقم ألف. سؤال رقم 41، إذا كان، حلو أوي السؤال ده، بيقول لك كاف وكاف تنتمي لبيان الدالة 2 س زائد 1. ما تجيب لي كاف عينيا، مش ده اسمه س صاد؟ عوض عن السين بكاف، يبقى 2 في، أشيل س وأحط كاف، زائد 1. أعمل إيه في الصاد؟ بنساويها بالصاد. ما احنا بنعوض عن س ونساوي بالصاد. 2 في كاف ب2 كاف زائد الواحد بتساوي كاف. اعمل ايه؟ اودي الكافات لبعض، هجيب دي هنا، يبقى 1 بتساوي كاف ناقص 2 كاف. حلو قوي. هاجي فوق هنا يا جماعه، الواحد هينزل يساوي، طب ما هو هنا في 1 ناقص 2 يبقى سالب كاف. طب انا عايز كاف، ودي السالب الناحيه الثانيه بقى الف بسالب 1. تاني كده، مش دي كاف ودي 2 كاف، جبت الكاف للكاف، وديت ال2 كاف الناحيه الثانيه. طب لما اودي ال2 كاف يبقى مين هنا؟ يبقى 1، نزل اهو الواحد، والكاف اهي، دي موجبه راحت سالبه. طب لما اجي افك، الواحد هينزل، كاف ناقص 2 كاف، هنا 1 ناقص 2 يبقى سالب كاف. انا عايز الكاف الواحده، ودي السالب الناحيه الثانيه يبقى كاف بسالب 1. عندك سالب 1؟ الإجابة رقم ج. سؤال 42، إذا كان منحنى الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص ك يمر بالنقطة 3 و0، أعمل إيه؟ ده اسمه س وده اسمه ص. س بكام؟ 3. ص بكام؟ ب0. أعوض. تعال، س ب3 أس 2 ناقص الكاف تنزل،
اعمل ايه في الصاد؟ اتفقنا بنساوي بالصاد، اتفقنا بنساوي بالصاد. 3 أس 2 ب9 ناقص كاف بتساوي 0. طلع التسعة دي بره، يبقى معايا سالب كاف بتساوي التسعة موجبة خرجت سالبة. السالب يروح مع السالب يبقى الكاف ب9. عندك 9 أو الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول برضو معايا دالة اسمها س تربيع زائد 1 ومدينه نقطة اسمها 3 وميم. يلا يا هندسة هعمل ايه؟ هسمي دي س ص، تبقى الس ب3 والصاد بميم. أعوض س تربيع أشيلها وأحط مكانها 3. 3 أس 2 زائد الواحد ونساويها بالصاد، الصاد اللي هي ميم. طب تطلع ميم بكام؟ فك دي تديك 10. يبقى الإجابة رقم د 10. السؤال رقم 44 بيقول لك إذا كان منحنى الدالة، هكتب المنحنى س تربيع ناقص كاف يمر بالنقطة 1 و0. عينيا، مش ده اسمه س وده اسمه صاد؟ هعوض عن السين بواحد. 1 أس 2 ناقص الكاف وأساويها بالصاد، صاد بكام؟ ب0. فك 1 أس 2 بواحد ناقص الكاف بتساوي 0. طلع الواحد بعكس الإشارة يبقى سالب كاف، ده واحد يروح سالب واحد، السالب يروح مع السالب، تطلع الكاف بكام؟ تطلع الكاف بواحد. عندنا واحد؟ عندنا واحد، الإجابة رقم ب. طيب حلو قوي. السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ الدالة دالة س بتساوي 5 يمثلها بيانين خط مستقيم. تعالى افهمها لك بالرسم. ادي 1 2 3 4 5، ادي 1 2 3 4 5، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3. انت عايز تمثل ايه؟ 5 بنيجي عند الصاد ونعمل كده. هي دي الدالة الثابتة. لما وصلنا الخط ده بيقول لك خط مستقيم يوازي محور مين يا استاذ؟ السينات. يبقى اخد انهي اجابه؟ الاجابه رقم الف. يبقى اكتب عندك، اكتبي عندك الداله الثابته، الداله الثابته وسموه ثابت اللي هو العدد. الداله الثابته يمثلها بينين خط مستقيم يوازي محور السينات. طيب حلو قوي. تعال للسؤال رقم 47. بيقول ايه 47 ده؟ جميل قوي ظريف. بيقول لك اي من الدوال الاتيه تمثل داله كثيره حدود. عشان تبقى الداله كثيره حدود ما ينفعش المعاملات يكون فيها جذور. ما ينفعش المعاملات يكون فيها جذور. المعامل اللي هو قدام السين، بص كده على الاجابه رقم الف. طب دي معاملاتها مش جذور، دي تنفع. اجابه رقم ب ما تنفعش. رقم ج ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ عشان هنا في جذر وهنا في جذر. تنفع دال؟ لا، دي داله ثابته. انا عايز كثيره حدود. الإجابة رقم ألف. الإجابة رقم ألف. تطلع 2 س تربيع زائد 3. سؤال 48 ده كان اكمل في الكتاب التقييمات منزله زي ما هو. بيقول لي الدالة 5 س تربيع زائد 3 س زائد 4 كثيرة حدود من الدرجة الكام؟ أكبر أس فوق كام؟ 2. يبقى دي من الدرجة الثانية. اللي بعديها 3 س أس 4 ناقص 4 س تكعيب زائد 2 س تربيع كثيرة حدود من الدرجة الكام؟ فوق 4 و3 و2 أكبر حاجة كام؟ 4. يبقى من الدرجة الرابعة. حلوة قوي. اللي بعدها بتقول إيه؟ اللي بعدها بتقول 3 س زائد 5. السين دي أس كام؟ 1. يبقى دي من الدرجة الكام؟ الأولى. يبقى السؤال رقم 50 من الدرجة الأولى. هشوف السؤال رقم 51. سؤال من الأسئلة الجميلة جدا. بيقول إذا كانت س بتساوي 2 6 7 صاد بتساوي 5 3 8 فأي العلاقات الآتية تمثل دالة. علشان أقول على العلاقة إن هي دالة لازم كل عنصر من عناصر س يخرج منه سهم واحد فقط. يعني لازما في بيان عين اللي أنت عايزه يكون معاك 3 أزواج فقط اللي هم بتوع عناصر س. هنا 2 هنا 6 هنا 7. أنا عايز علاقة بالشكل ده 2 6 7 2 6 7. الإجابة رقم باء. تاني، عشان تكون العلاقة دي دالة لازما كل عنصر من س يخرج منه سهم. يبقى أفهم نفسي لازما يكون معايا في العلاقة 3 أزواج كل زوج ياخد رقم من عناصر س. المنظر ده موجود فين؟ مش مهم مين هنا، أنا عايز أحقق إن هي دالة لازم كل عنصر من س يظهر مرة. أهو ظهر مرة ظهر مرة ظهر مرة. هي دي العلاقة اللي هتخليها لي دالة. يبقى الإجابة رقم باء. هشوف السؤال رقم
51 كده 52. بيقول لي إذا كانت س بتساوي 1 2 3 فأي المخططات البيانية تعبر عن دالة. مين في دول دالة؟ تعال نشوف كده. عشان تبقى دالة لازم كل عنصر يبقى قدامه نقطة. طيب ده قدامه التلاتة ما فيهاش، ما تنفعش. ده قدامه ده قدامه 2 ما تنفعش. ده الإجابة رقم ألف أو المخطط الأولاني هو ده اللي بيديني دالة. لازم عشان تبقى دالة كل عنصر من س يبقى قدامه نقطة واحدة. أهو الواحد قدامه والاثنين والثلاثة والأربعة هي دي الدالة. إنما هنا لو خدت بالك الأربعة قدامها نقطتين ما تنفعش. هنا الثلاثة ما فيش نقط ما تنفعش. مع السلامة. أجي لسؤال 53 خد بالك منه. 53 مديني مخطط السهم اللي بنسميها عروة. بيقول لي مين في دول دالة. تعالى كده نطلع كل بيان وضروري قوي كله ركز معايا عشان ممكن يجيب لنا رسمة زي دي يقول لك طلع بيان عين. هنشوف السهم ماشي ازاي. تعال نبدأ من 1 و3 وبعدين 2 و4 وبعدين في حاجة تانية رايحة من الاثنين 2 و3 وبعدين 3 و4. ده المخطط الأولاني. تعال نطلع المخطط الثاني. 2 و4 بعدين 3 و1 1 و3 4 و1. تعال المخطط الثالث امشي باتجاه عدل 2 و4 1 و3 1 و4 1 و4 و1 و2. أو بص 1 و4 والواحد بص مشي كده وراح لافف كده وجاي كده 1 و2 وعندك 1 و3. مين في دول دالة؟ اللي دول دالة هشوف العنصر ما اتكررش. هنا الاثنين اتكررت مرتين دي ليست دالة. هنا 2 3 4 1 دي دالة. 2 1 1 1 دي ليست دالة. يبقى لو معاك مخطط عروة زي ده وعايز تجاوب عليه لازم الأول تفك زي ما أنا فاكر كده وتشوف مين دالة ومين مش دالة. أي العلاقات الآتية تمثل دالة. مديك مخطط. المخطط الأولاني الواحد خرج منه سهمين تبقى دي ليست دالة. هنا الاثنين ما خرجش منها ليست دالة. هي الإجابة رقم ب هي اللي دالة لأن شرط الدالة كل عنصر من عناصر س ماله يخرج منه سهم واحد فقط. 54 مين في دول دالة؟ ألف تنفع؟ لا عشان ب خرج منها سهمين. ب تنفع؟ لا الثمانية ما خرجش منها. الإجابة رقم ج هي اللي دالة. يا مستر ده كلهم راحوا للاثنين يروحوا للعفريت. أهم حاجة س كل عنصر يخرج منه إيه؟ سهم واحد. 55 مين في دول دالة؟ هل ألف تنفع؟ غلط. الألف خارج منها سهمين والب خارج منها سهمين ليست دالة. طب ب تنفع؟ ما تنفعش عشان السبعة ما خرجش منها. ج هي اللي هتنفع لأن كل عنصر خرج منه سهم. كده خلصنا الوحدة الأولى في الاختياري. 55 سؤال عن الوحدة الأولى إنها أكبر وحدة. تعال بقى معايا نشوف سؤال 56 نصحصح مع بعض. بيقول لي ألف على ب بتساوي 2 على 3. دي كده خاصية واحد. هعمل إيه؟ هحط يا أستاذ الفاضل ميم وأوزع الرموز على أعداد. يبقى ألف ب2 ميم والب ب3 ميم. هو عايز قيمة المقدار 6 ب ناقص 9 ألف زائد 3. طب تعال نفك. الستة تنزل بينهم علامة ضرب. هتشيل الب وتحط قيمتها. ب بكام؟ 3 ميم ناقص 9 تنزل فيه اشيل الف واحط 2 ميم زائد التلاتة. فك دي يا استاذ. 3 في 6 ب 18 ميم ناقص 2 في 9 ب 18 ميم وادي التلاتة موجودة. طب ما هي دي هتمشي مع دي لان دي 18 ناقص 18 صفر. يبقى الاجابة كام؟ تطلع 3. عندنا 3 او الاجابة رقم الف. سؤال 57. 57 نفس الوضع. بيقول لك ألف على ب بتساوي 3 على 5. اوجد قيمة مقدار 6 ب ناقص 10 ألف ناقص 3. طب ما تحط هنا ميم. وزع رموز على أعداد. ألف بتساوي 3 ميم ب بتساوي 5 ميم. فك هندسة. الستة تنزل فيه هتشيل ب وتحط مكانها 5 ميم ناقص 10 فيه أشيل ألف وأحط 3 ميم ناقص التلاتة تنزل. التلاتة دي ملهاش لازمة تنزل زي ما هي. طيب 5 في 6 ب 30 ميم ناقص
3 في 10 ب 30 ميم ناقص 3. طب ما هي دي موجب 30 ودي سالب 30، يروحوا مع بعض، يبقى الإجابة كام؟ سالب 3. معانا سالب 3، معانا الإجابة رقم د. سؤال 58 نفس الفكرة، هحله برضو تاني ما يجراش حاجة. بيقول لك أ على ب بيساوي 3 على 4. حط لها ثابت اسمه م، وزع أ ب3 م، ب بكام؟ ب4 م. وبعدين أنا عايز 6 ب ناقص 8 أ زائد 4. ال6 هتنزل بينهم علامة ضرب، هتشيل الب وتحط قيمتها. الب بكام؟ ب4 م ناقص 8 في أ ب3 م زائد 4. طيب 4 في 6 ب 24 م ناقص 3 في 8 ب 24 م، وادي الزائد 4. شايف ايه؟ برضو ده هيمشي مع ده، تطلع القيمة بكام؟ ب4. اختار 4، الإجابة رقم ب. خش بعد كده خاصية رقم 2، بيقول لك 3 س بتساوي 5 ص، فإن س إلى ص. بص يا أبلة، بص يا أستاذ، س إلى ص يعني س على ص، يبقى أنت محتاج تجيب لي س على ص. المنظر ده عشان أجيب منه س على ص هو فصل الرموز عن الأعداد. يعني إيه؟ يعني هتمشي كده بالرموز ترجع كده بالأعداد. س على ص من ورا لقدام 5 على 3، اللي هي ممكن أقولها 5 إلى 3. تاني، رايح جاي، رايح بالحروف راجع بالأعداد، رايح بالحروف راجع بالأعداد، رايح بالحروف راجع بالأعداد. خد بالك من الحتة دي عشان مهمة قوي. طيب معانا سؤال 60 نفس الفكرة، بيقول لك 5 س بتساوي 9 ص، عاوز س إلى ص. ما هي س إلى ص يعني س على ص، افصل، يبقى أقول له س على ص بتساوي رايح بالحروف راجع بالأعداد، يبقى 9 على 5، يعني 9 إلى 5. عندنا 9 على 5، الإجابة رقم ب. ماشي. اللي بعديه بيقول إيه؟ 61 بيقول لك أ، ركز، وس وب و2 س، مالهم؟ عايز أ إلى ب. حاضر، هاخد الأول على التاني. أ على س بتساوي التالت على الرابع ب على 2 س. أعمل إيه؟ همشي السين مع السين، كده أصبح معايا أ على 1، هنا في 1 قدام السين، بيساوي ب على 2. أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز أ إلى ب. أ إلى ب صح؟ ماشي، ما الألف بواحد والب باتنين، يبقى 1 إلى 2. عندك 1 إلى 2، الله، دي الإجابة رقم أ. سؤال 62 بيقول لي الثاني المتناسب 2 وعامل نقط 8 12. تقوم انت حضرتك عامل ايه؟ رايح حاطط هنا س وتحل 2 على س بتساوي 8 على 12. وبعدين زربو طخ، هتجيب الس بتساوي اللي معاه في المقص تحت 8 وفوق 2 في 12. هتفك دي وتطلع بالآلة، تطلع معاك كام؟ تطلع معايا 24 3، تطلع معايا 3. عندك 3؟ عندنا 3 يا جماعة ولا ايه؟ يعني مسألة دي 3 اهي. سؤال 62 هتطلع 3. سؤال 63 بيقول لك س و4 وص و5 كميات متناسبة، يبقى الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. روعة. عايز ايه؟ عاوز س إلى ص. عينيا. طب ما هي السين اهي بكام؟ ب4 والصاد ب5 اهي، ب4 إلى 5، الإجابة رقم أ. جميل. ماشي. سؤال رقم 64 بيقول لك 2 و3 و4 وس ناقص 1 كميات متناسبة. حاضر، هتاخد الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. الرابع اسمه س ناقص 1، سيبه زي ما هو. وبعدين زربو طخ. طب أنا عايز س تطلع بره هي واللي معاها. مين معاه في المقص؟ 2 تبقى تحت وفوق 3 في 4. س ناقص 1 تنزل، هتفك دي 3 في 4 على 2 فيها 6. وبعدين هتطلع الواحد بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 6 زائد 1. تطلع الس بكام؟ ب7. عندنا 7؟ عندنا إن شاء الله الإجابة رقم ب. السؤال رقم 65
بيقول لي س ناقص 1 و2 و4 وس زائد 1 كميات متناسبة. حاضر، طالما كميات متناسبة هتاخد الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع، وبعدين زربو طخ. طب دول اتضربوا ازاي؟ هتضرب س ناقص 1 في س زائد 1 وهتضرب 2 في 4. هضرب ده في ده. طب س في س بس تربيع، سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد، 2 في 4 ب8. ايه يا مستر ده؟ مش القوس ده هضربه في القوس ده، والقوس ده لو خدت بالك شبه ده في اختلاف الإشارة. طالما القوسين متشابهين والإشارة مختلفة بضرب الأول في الأول والتاني في التاني. س في س بس تربيع، سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد، 2 في 4 ب8. هطلع الواحد ده بعكس الإشارة، يبقى س تربيع بتساوي 8 زائد 1. يبقى س تربيع 8 و1 9. خد الجذر تطلع س بموجب أو سالب 3. عندي موجب أو سالب 3؟ عندنا موجب أو سالب 3، بس خد بالك من اللئيم. بقول لك س تنتمي لطه. س تنتمي لطه. اقرا السؤال للآخر. طالما طه ما فيهاش سالب يبقى حضرتك ده مرفوض، يبقى اختار س ب3. يبقى سؤال 65 هنختار 3 يا شباب، احذروا عشان في س تنتمي لطه وطه بترفض السوالب كلها. سؤال 66 الوسط المتناسب. عينيا الاتنين. الوسط المتناسب ده ليه قانون، موجب او سالب جذر حاصل ضرب العددين. 2 في 18. او ماي جاد، درجات مرميه في الارض. موجب او سالب ينزل، اضرب جذر 2 في 18 اهي الآلة هي ما خلتش. جذر 2 في 18 يساوي، طلع 6. يبقى الإجابة موجب أو سالب 6. عندنا موجب أو سالب 6؟ مفيش. اقرا السؤال. الوسط المتناسب الموجب، يبقى ده مرفوض، يبقى اختار 6. يبقى الإجابة بتاعتنا كام؟ 6. طيب سؤال 67 دي حاجة اسمها عندنا يا شباب مقدمات وتوالي. ايه يا مستر مقدمات وتوالي دي؟ دي عبارة عن نسب بتساوي بعضها وتيجي في آخر نسبة تلاقي المجهول اللي انت عايزه. يعني لو شلنا دي كده، دي كده خاصية واحد، يزيد عليها نسبة تانية فيها المجهول اللي انت عايزه. صلى على رسول الله. لو عايز تجيب كاف اطلع اشتغل على البسط. طب البسط فيه ايه؟ البسط فيه 2 س زائد ص. حلو قوي. طب ما تيجي معايا الاتنين تنزل فيه، شيل السين وحط قيمتها. طب ما السين ب2 زائد الصاد ب7، 2 في 2 ب4، 4 زائد 7 يديني 11. يبقى الكاف هتساوي 11. تاني لو عايز تجيب كاف اطلع اشتغل على البسط. البسط بيقول لك 2 س زائد ص، 2 نزلت، السين ب2 والصاد ب7 طلعت 11. يبقى الكاف ب11. عندي 11 الإجابة رقم ألف. طيب الراجل سمعنا راح مكبر لنا المسألة. ألف على 2 بتساوي ج على 3 بتساوي ه على 4. الله على أسئلة كتاب التقييمات. 2 ألف زائد 3 ج ناقص 2 ه على كاف. عاوز قيمة كاف. عينيا، مش انت عايز كاف؟ اطلع خد البسط نزله قدامك. 2 ألف زائد 3 ج ناقص 2 ه هعوض. 2 تنزل فيه، اشيل ألف، ألف بكام؟ ب2 زائد 3 فيه، اشيل ج واحط ج ب3 ناقص 2 فيه، اشيل ه واحط 4. فك كده معايا. 4 زائد 9 13، 13 ناقص 8 يديني 5. دول كده ب5. يبقى الكاف حضرتك هتساوي 5. عندك 5 وعندنا الإجابة رقم ج. دي خاصية اسمها المقدمات والتوالي. سؤال 69 ألف و3 و9. ألف و3 و9 وب مالهم؟ تناسب متسلسل. تناسب متسلسل. متسلسل اللي أقف عنده أبدأ بيه. اللي أقف عنده أبدأ بيه. يعني أقول ألف على 3 وقفت عند مين؟ عند 3 أبدأ بيها. 3 على 9 وقفت عند 9 أبدأ بيها. 9 على ب. وبعدين أعمل مقص. يبقى الألف بتساوي مين معاه في المقص؟ 9 وفوق 3 في 3 طلعت ألف بواحد. أعمل مقص كده مع الب. يبقى الب بتساوي مين مع الب؟ 3 تحت وفوق 9 في 9. أفك دي إزاي؟ قال لي تطلع 27. هو عايز إيه مني؟ عاوز ب على ألف.
الب ب27 على ألف اللي هي ب1. 27 على الواحد فيها 27. عندنا 27 اللي جابها رقم ج. سؤال 70 برضو بيقول لي ألف، ده نفس السؤال، ما أنا هاخده وأحله تاني عشان اللي ما فهمش. فرصة. تناسب متسلسل، الأول على التاني والتاني على التالت والتالت على الرابع. وبعدين اديني مقص، أنا عايز الألف. مين مع ألف؟ 9 وفوق 3 في 3. بالآلة تديني ألف بواحد. أعمل مقص كده، أنا عايز الب. مين مع الب؟ التلاتة تحت وفوق 9 في 9. طلعت برضو 27. عايز مني إيه؟ عايز ب في ألف. ب في ألف 27 في 1 تديني برضو 27. يبقى الإجابة رقم د. نفس السؤال 71 نفس المسألة بنفس الأرقام. طب أنت عمال تكرر ليه؟ والله العظيم كتاب التقييمات اللي جايبها كده. إحنا بناخدها زي ما هي. عايز ب زائد ألف، طب ما الب ب 27 وألف بواحد، 27 زائد 1 يديني كام؟ 28. سؤال 72 العدد الذي إذا أضيف للأعداد 1 و3 و6 تصبح في تناسب متسلسل. أجاوب إزاي؟ قال لي حضرتك أنا بقول لك العدد الذي إذا أضيف، أنا هفرض العدد ده من عندي إن هو س، فهقول س زائد 1 س زائد 3 س زائد 6. طب انت ليه يا مستر ضفته؟ مش احنا بنقول العدد الذي اذا اضيف للاعداد دي، فانت تروح وتروحي تضيفي للاعداد دي ثابت اسمه س، وبعدين طبق قاعدة التناسب. هتاخد الاول على التاني، س زائد 1 على س زائد 3 بتساوي التاني على التالت، وبعدين هتقوم ضارب مقص. هتاخد س زائد 1 تتضرب في س زائد 6، وبعدين تاخد س زائد 3 هتتضرب في س زائد 3. عايز اضرب القوس ده في القوس ده، اضربه ازاي؟ تعالى معايا. هقول له س في س بس تربيع، س في 6 ب6 س، 1 في س بس، 1 في 6 ب6. ده القوس الاولاني. تعالى للتاني، س في س بس تربيع، س في 3 ب3 س. طب 3 في 3 يديني 9. طيب هنجمع دول مع بعض عشان دول سينات زي بعض، يبقى س تربيع تنزل 6 و1 7 س، وادي الستة اللي جنبها. ماشي، دول يتجمعوا مع بعض يبقى س تربيع 3 و3 يديك 6 س، والتسعة دي زي ما هي. طب وبعدين بص لي كده كويس، مش دي س تربيع ودي س تربيع؟ يمشوا مع بعض كده. اتبقى معاك ايه؟ معايا هنا 7 س زائد 6 وهنا 6 س زائد 9. هودي الس للسين، يبقى هقول ايه؟ هكتبها فوق هنا يا شباب. هقول 7 س ناقص 6 س، مش دي موجب 6 راحت سالب 6، وبعدين بتساوي، انا وديت السين للسين، هات العدد للعدد، هجيب بقى الستة مكانها، يبقى اقول له سالب 6 زائد 9. ما هي الستة موجبة تخرج ايه؟ سالبة. 7 س ناقص 6 س تطلع س، سالب 6 زائد 9 يديني 3، يبقى جبنا قيمة س ب3 اللي هو العدد اللي احنا فرضناه، يبقى الإجابة رقم ب. سؤال 73 دخلت على التغيرات الطردي والعكسي. ص تتغير طرديا مع س وكانت ص بتساوي عندما عاوز قيمة، خد بالك عايز قيمة، خد القانون اللي اشتغلنا عليه. مش بقول لك ص تتغير طرديا مع الس؟ يلا يا هندسة يلا معايا كده، ص 1 على ص 2 س 1 على س 2. يلا يا هندسة، ص 1 اهي ب2، ص 2 هو عايزها، س 1 ب8 س 2 ب12. هعمل زريبيه وطخ اطلع الصاد. مين مع صاد؟ 8 وفوق 2 في 12، فوق دي تطلع معاك 3. عندنا 3 عندنا 3. الإجابة رقم أ. سؤال 74 إذا كانت صاد تتغير طرديا مع س تربيع فإن، تعال نفك دي، هو عايزك تفك دي، هنشيل دي ونحط مكانها بتساوي م، وادي س تربيع. شوف دي فين يا استاذ؟ عندك الاجابه دي؟ عندنا الاجابه رقم ج. ادي كتاب التقييمات وحلويات كتاب التقييمات. ماشي. سؤال 75 العلاقه التي تمثل تغير طردي. خد بالك بقى، طالما عايز طردي يبقى تاخد س في طرف
وصاد في طرف. تعال نشوف. ألف ما تنفعش، ب ما هي س في طرف وصاد في طرف، بس في حاجة مجموعة معاها ما تنفعش. طب الإجابة رقم ج. بص لي كده على الإجابة رقم ج مكتوبة إزاي؟ مكتوبة كده. لو عملنا مقص س في صاد بس صاد، 2 في 3 ب6، كده الاتنين مع بعض يبقى ده عكسي، ما تنفعش. تعالى الإجابة رقم د. س على 5 بتساوي ص على 4. قبل ما أعمل مقص ده في طرف وده في طرف، بس اتأكد من المقص. 4 في س ب4 س، 5 في ص ب5 ص، هو ده التغير الطردي. يبقى يجي يقول لك العلاقة التي تمثل تغيرا طرديا، تختار علاقة س في طرف وصاد في طرف. أنهي واحدة هنا س في طرف وصاد في طرف؟ الإجابة اللي فيها س في طرف وصاد في طرف، الإجابة رقم د. بيقول لك إذا كان الأجر الذي يتقاضاه عامل ألف يتناسب طرديا مع عدد ساعات عمله س. تاني، الأجر اللي بيتقاضاه عامل ألف يتناسب طرديا مع عدد ساعات عمله اللي هو س. فك دي ألف، حط مكان دي بتساوي م والسين تنزل. عايز العلاقة دي، الإجابة رقم باء. شايف السؤال عامل إزاي؟ اللي يقراه بقى بدون تركيز، إيه ده؟ عمل وساعات ويتقاضى، أدي المسألة خلصت، خدنا الإجابة رقم ب. 77. أي الأشكال البيانية تمثل تغير طردي؟ التغير الطردي لازم يمر بنقطة الأصل، لازما المستقيم يمر بنقطة الأصل، هو ده التغير الإيه؟ الطردي. فين هنا يمر بنقطة الأصل؟ الإجابة رقم ألف. سؤال 78 بيقول 78 س ص بتساوي 8. طالما يا باشمهندس السين والصاد في طرف واحد يبقى ده ايه؟ عكسي. وطالما عكسي نختار واحد على س. عندك واحد على س؟ الإجابة رقم ب. يا سلام على الحلويات. سؤال 79 بيقول لك س أس 4 ص أس 2 ناقص 14 س تربيع ص زائد 49 بتساوي 0. فإن الصاد تتغير طرديا مع نقط. مع مين؟ هتضطر حضرتك تروح تحلل. اروح احلل؟ احلل ايه؟ تعالى معايا نشوف التحليل. مش احنا خدنا في الاثبات من شويه مقدار ثلاثي زي ده؟ بس ممكن من غير ما احلل اعرف. بص كده على المقدار، على الحد الاولاني، س وصاد في طرف واحد، صح؟ حلو قوي. المفروض اختار واحد على ايه؟ على س. طب ما انا معايا واحد على س ومعايا واحد على س تربيع، انهي اللي هتنفع يا مستر؟ شوف السين هنا أس كام؟ أس كام دي؟ 4. خد جذرها. جذر الأربعة أي أس بجيب نصه، يبقى س أس 2، يبقى الإجابة رقم د. تاني يا مستر كده معلش، مش أنا بقول لك س أس 4 ص أس 2؟ كده السين والصاد في طرف واحد. طالما الاتنين في طرف واحد يبقى التغير إيه؟ قال لي يبقى تغير طالما في طرف واحد يبقى عكسي، وطالما عكسي المفروض تقول لي واحد على س. طب ما أنا معايا واحد على س وواحد على س تربيع. شوف السين في المسألة أس كام؟ أس 4، هات جذرها. س أس 4 باخد نص الأس، تبقى س أس 2، يبقى أنا هختار واحد على س أس 2، الإجابة رقم د. العلاقة التي تمثل تغير عكسي، طالما عكسي يبقى السين وصاد في طرف واحد. عايز علاقة السين وصاد مع بعض، مش مهم هنا إيه؟ هنا في عفريت أهو. عايز حاجة السين وصاد في طرف واحد، الإجابة رقم ج. وكده وصلنا لنهاية التغير الطردي والعكسي. تعال نشوف بقى الإحصاء، وخد بالك من أسئلة الإحصاء. قبل ما أبدأ خد كده معلومة على السريع. من مقاييس التشتت، طبعا الإحصاء بتاعتنا بتتكلم عن التشتت، عندنا مقياسين، إيه هما؟ المدى والانحراف المعياري. تاني، من مقاييس التشتت مدى وانحراف معياري. طب هنا بيقول لي من مقاييس التشتت، هختار المدى. سؤال 82 من مقاييس التشتت؟ انحراف معياري. حلو قوي. طب عارف انت المدى ده بيعرفوه ايه؟ بيقول لي الفرق بين اكبر مفرده واصغر مفرده. حلو قوي. يعني المدى الفرق بين اكبر مفرده واصغر مفرده. يجي في الاختيارات يقول لك الفرق بين اكبر المفردات واصغرها يسمى مين؟ يسمى مدى. 84
في تعريف تاني للمدى، العلماء لما بصوا على التعريف ده قالوا ممكن نقول عليه أبسط وأسهل مقاييس التشتت. مين أبسط وأسهل مقاييس التشتت؟ هو المدى. طب جالنا في القاهرة السنة اللي فاتت بيقول لك المدى المجموعة من المفردات، أكبر مفرده نقط، أصغر مفرده. أختار إيه؟ ما احنا بنقول الفرق، والفرق يعني ناقص، يبقى أختار الإجابة رقم ج. حلو جدا. شوف سؤال، عايز المدى للقيم 3 و5 و8 و12 و20. عايز تجيب المدى؟ هقول له المدى أكبر عدد 20 ناقص أصغر عدد 3 يديني 17. الإجابة رقم ج. المدى للقيم 3 3 3. طب ما اخد أكبر عدد 3 وأصغر عدد 3، 3 ناقص 3 برضو اديني 0. يبقى الإجابة هنا 0. سؤال 87 بيقول لك في السؤال هنا إذا كان 15 هي أصغر المفردات، 15 أصغر المفردات والمدى ب50، عايزين أكبر المفردات. طب ما سهلة أوي يا أستاذ الفاضل، جيبها إزاي؟ ممكن نطرح ده من ده، يعني ممكن نقول 50 ناقص 15 يطلع 35. ما أنت لو جيت بصيت لها، لو حطينا هنا 35 وعايزين نجيب المدى، هنجيبه إزاي؟ أكبر المفردات ناقص أصغر المفردات، 15 الأصغر والمدى 50، عايزين أكبر المفردات. ماشي، لا احنا هنجمع دول يا هندسة، هجمعهم لما يكون مديك المدى، ركز بقى في الحتة دي، لما يكون مديني المدى ومديني أصغر المفردات اجمع دول، 50 و15 65. يبقى الإجابة رقم ألف. طب ليه يا مستر عملت كده؟ تعالى أوريك. لو شلنا دي خالص، بقول لك أكبر المفردات 65 وأصغرها 15، هات لي المدى، هتقول لي 65 ناقص 15 يديني 50. فهمنا كده؟ يبقى أنا لو عايز المدى بطرح، لو عايز مفرد من المفردات بجمع. طب هنا إذا كانت 18 أكبر المفردات والمدى 6، عايزين أصغرها، اجمع بقى 18 و6 يديني كام؟ 24. دي 24، خلي دي 24 يا جماعة واختارها، خلي لي إجابة ج 24 واختارها. سؤال 90، الجذر التربيعي الموجب. ما عنديش غير جذر تربيعي واحد في المنهج كله، اللي هو مين؟ الانحراف المعياري. الجذر التربيعي الموجب انحراف معياري. ماشي. أكثر مقاييس التشتت انتشارا وأدقها. مين أدق مقاييس التشتت؟ انحراف معياري. يبقى أنا عندي انحراف معياري ليه تعريفين، جذر تربيعي وأدق مقاييس التشتت. تاني، انحراف معياري، جذر تربيعي وأدق مقاييس التشتت. يبقى هنا الجذر التربيعي اختار انحراف معياري. أكثر مقاييس التشتت انتشارا وأدقها انحراف معياري. 92 مهمة قوي، إذا كانت جميع المفردات متساوية. طالما الجميع مفردات متساوية يبقى الانحراف المعياري ب0، ده يتحفظ. طالما جميع المفردات متساوية انحراف معياري ب0. وانحراف المعياري خد بالك رمزه العلامة دي، لا قريبة من نمبر 6 كده. واضح يا أستاذ الفاضل؟ طيب سؤال 93 بيقول إيه؟ إذا كان مج س ناقص س بار الكل تربيع ب45 وعدد القيم 5، عايز انحراف معياري. الانحراف المعياري بيساوي جذر يا باشمهندس مج س ناقص س بار تربيع على ن. انحراف معياري بيساوي ادي الجذر، المج بكام؟ 45 والنون بكام؟ ب5. يبقى الانحراف المعياري ما تقوليش 9 عفاريت تنططك يديني 3، يبقى الانحراف المعياري ب3. السؤال 94 زيه، إذا كان مج س ناقص س بار الكل تربيع بيساوي 36 لمجموعة من القيم عددها 9، عايز انحراف معياري. هقول انحراف معياري بيساوي مج س ناقص س بار بكام؟ 36 وعدد القيم اللي هي ن 4، يبقى جذر بيساوي، افك دي بالآلة تديني برضو 3. طيب سؤال 95 بيقول لك إذا كان مج س ناقص س بار لمجموعة من القيم 24 وعدد القيم 6، عايز انحراف معياري. برضو هعمله برضو، ادي الجذر، المج بكام؟ 24
وعدد القيم 6، يبقى الانحراف المعياري هتفك دي بالآلة تديك 2، يبقى الإجابة رقم ج. إذا كان مج س ناقص س بار الكل تربيع بتساوي 36 لمجموعة من القيم عددها 9، إيه العلامة دي؟ إيه العلامة دي؟ الطالب اللي مش مذاكر هيفتح بقه. العلامة دي يا أستاذ علامة انحراف معياري، يبقى هقول الانحراف المعياري بيساوي جذر المج ب 36 وعدد القيم 9، تطلع معايا ب2، الإجابة رقم أ. ماشي. سؤال 97، من المصادر الثانوية لجمع البيانات؟ مصادر الثانوية لجمع البيانات قاعدة بيانات. بص خد بالك، بيانات 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 بيانات. من المصادر الثانوية لجمع البيانات قاعدة بيانات، جمع بيانات قاعدة بيانات. اختيار عينة عشوائية من طبقات المجتمع الإحصائي تسمى بالعينة الطبقية. ركز معايا، الطبقية. اختيار عينة من طبقات المجتمع الإحصائي، طبقات طبقية، طبقات طبقية، بيانات 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 بيانات، طبقات طبقية. حلو قوي. آخر سؤال نختم بيه الاختياري بتاعنا، 99 سؤال لن يخرج عنهم الامتحان بفضلك يا ربي. إذا كان الانحراف المعياري للقيم دي س زائد 2 و5 وصاد ناقص 2 يساوي 0، طالما الانحراف المعياري بيساوي 0 يبقى القيم دي كانت متساوية، يبقى من حقك تاخد القيم تساويها ببعضها. خد أي 2 تساويهم ببعض. خدنا دي سويناها بدي ودي سويناها بدي عشان أعرف أحل معادلة. هطلع الاتنين بره، يبقى س بتساوي 5 ناقص 2 تبقى س بتساوي 3. هطلع الاتنين بره، يبقى ص بتساوي 5 زائد 2 يبقى ص بتساوي 7. هو عايز ايه؟ عايز س زائد ص، يبقى 3 زائد 7 تديني كام؟ 10، والإجابة رقم ج. وكده يا شباب وصلنا لنهاية فيديو الاختياري. إن شاء الله رب العالمين موفقين بمشيئة الله عز وجل. كده احنا خلصنا مراجعتنا، خلصنا كتاب التقييمات كاملا، امتحانات كلها بفضل الله. كده انت مؤهل لامتحان. بس باذن الله هستأذنك، بكره هنيجي مراجعه الفجر في سنتر صهيب الرومي. بكره مراجعه الفجر، عشان خاطر المراجعه دي بتبقى ايه؟ عارف انت اللي هو اخر حاجه بتسمعها وبتروح الامتحان على طول تقفل وتخلص. تمام يا هندسه؟ منتظركم. محدش ما ينفعش ما تجيش. مفيش حاجه اسمها انا كويس، كلنا كويسين، مفيش حد عندي مش كويس، كل الطلبه كويسه، ولكن المراجعه دي بالذات بتبقى مراجعه مصيريه شويه. يعني بفضل الله الحاجات ربنا بيكرمنا، ففي حاجات بنقولها بتيجي في الامتحان. ان شاء الله رب العالمين منتظركم 6 صباحا في سنتر صهيب الرومي. وان شاء الله عايز حضرتك وانت جاي، طبعا انت مؤهل للامتحان، آلتك معاك، الناس المتخلفه اللي دماغها ضربه دي، آلتك، قلمك، السناده اللي بتسند عليها، قلمك الرصاص عشان معانا رسم بياني. وان شاء الله في تدريب جامد جدا يحصل معانا ان شاء الله في مراجعه 6 صباحا. والقاكم على خير ان شاء الله في فيديو الهندسه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.